مصر قررت تغير قانون بسبب فيلم. انا حسام حامد مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. في لحظه في الفيلم البطل بيبص للكاميرا وبيقول انا ما كنتش مجرم، بس هم صدقوا كده. دي كانت الحقيقه مش بس في الفيلم. سنه 1954 اتعمل فيلم اسمه جعلوني مجرما، بطوله فريد شوقي وهدى سلطان، ومن اخراج عاطف سالم. بطل القصه شاب بسيط اسمه سلطان، دخل الاصلاحيه بسبب غلطه، ولما خرج قرر يبدا من جديد. لكن كل مره كان بيحاول في حاجه بتفكره انه مش زي باقي الناس، زي ما بيقولوا كده سوابق. كل ما يروح يقدم في شغل يسالوه انت كنت فين السنين اللي فاتت، ولما يقول الباب يتقفل. سلطان كان عايز يعيش حياه عاديه، يشتغل ويبدا من جديد، بس كل ما يروح مكان يترفض، لحد ما تعب وقرر خلاص ما دام الناس شايفاني مجرم اهو هبقى مجرم بجد. المدهش في الموضوع ان القصه دي حقيقيه. فريد شوقي اسمها من اخوه، ضابط كان بيشتغل في اصلاحيه القناطر، وشاف بنفسه ولاد بيتحبسوا بسبب حاجات بسيطه وبيطلعوا مرفوضين من المجتمع تماما، مش علشان هم خطر، لا عشان عندهم سابقه. فريد شوقي ما استناش حد يكتب القصه، كتبها بنفسه، وجاب العظيم نجيب محفوظ يكتب السيناريو علشان يحكي القصه من جوه، وصوروا مشاهد حقيقيه في اصلاحيه القناطر نفسها عشان اللي بيتفرج يحس ان ده مش ديكور، دي حياه الناس الحقيقيه. الفيلم نزل في السينمات والناس كانت فاكره انه مجرد فيلم دراما عادي، لكن اللي حصل انه حرك حاجه حقيقيه، والحكومه وقتها اصدرت قانون جديد: عدم تسجيل السابقه الاولى في الصحيفه الجنائيه بشرط حسن السير والسلوك بعد تنفيذ العقوبه. وده أول مرة في تاريخ مصر يتغير قانون رسمي بسبب فيلم. وكان بيتقال وقتها فريد شوقي قدم ورقة للبرلمان، بس بالكاميرا مش بالقلم. بريء دلوقتي بس ظهرت براءتي. عدالة المجتمع اتأخرت عني كتير، غمضت عينيها وما فتحتهمش إلا لما بقيت مجرم قاتل. ارجعوا للبوليس قولوا لهم سلطان غني عن البراءة. أبدا سلطان ارجع يا سلطان. مساكين، يا ترى مصيرهم هيكون زي مصيري؟ ربنا معاهم. اسم الفيلم كان في الاول انا ضحيه مجتمع، وغيره عشان يبقى جعلوني مجرما، عشان يبقى صريح وواضح ويشد الناس من اول لحظه. الرقابه وقتها كانت متردده جدا، خافت ان الفيلم يتفهم انه تعاطف مع مجرم لانه بيتكلم في موضوع مش بسيط. فنجيب محفوظ كان لازم يشرح كل تفصيله عشان يقنعهم ان دي حكايه لازم تتقال مش تتمنع، ولان الرساله كانت بسيطه. مش معقول نفضل نحاسب الناس على غلطه طول العمر. جعلوني مجرما ما كانش فيلم عن عقاب، كان عن الفرصه اللي بتغير مصير انسان. في ناس لما بتغلط بتتعلم، وفي ناس لما بتتعلم تستاهل نبدا معاهم صفحه جديده. وفي الاخر الفيلم ده بقى مثال واضح على قوه السينما، انها مش بس بتسلي الناس، دي كمان ممكن تغير تفكيرهم وتوصل صوتهم وتعدل القانون. قول لي بقى، تحب الناس تشوفك بايه؟ باللي كنت ولا اللي بقيت عليه؟ سيب لي رايك في كومنت واستناني في حلقه جديده، وما تنساش تعمل فولو او سبسكرايب عشان تشوف باقي الحلقات.